كان جالي مكالمة. كان حد عنده مشكلة في الإشارة، زبون. فالصنايعي طلع بيجرب الجهاز فوق. ما اشتغلش، مش جايب إشارة. بيجرب بالجهاز بتاعه السات لينك اللي بيقيس بيه الإشارة، اللي جايب إشارة تمام مفيهوش مشكلة. طلع للطبقة، وكل ده يعني كل دوت على الفاضي، الإشارة كده كده أصلا كانت شغالة، فأنا عاتبته في النقطة دي. جه في الاخر نزل بالجهاز نفسه المحل، قالك الجهاز ده قاطع اشاره، يعني ما عايز يتغير له اي سي اشاره او اي سي سيجنال. فنزل بيه بيجرب في المحل. الجهاز شغال تمام، قال طلع مركبه عند الزبون تاني ما اشتغلش. نزل بيه تاني بيجرب بالادابتور بتاع الزبون، مش شغال، مش جايب اشاره. قلت له بس يبقى ده عيب ادابتور. قال لي ايه ده يا احمد؟ يعني هو لو الادابتور بايظ مش هيجيب اشاره؟ ايه؟ قلت له ما هي بورده واحده كلها متصله ببعض. فلما الادابتور مش هيوصل كهرباء للاي سي بتاع الاشاره، الاي سي بتاع الاشاره مش هيشتغل. انا مش بتاع صيانه، بس هي واضحه. وتوضيح للناس ايه هو الادابتور. الادابتور الفيشه او الشاحن بتاع الكهرباء بتاع الريسيفر، اللي هو بيوصل زي الشاحن ده. فده لو في عيب فعلا عندك ممكن يوقع الاشاره 0%، مش هتلاقي فيه ولا قناه شغاله. فلما تروح للمحل او تروح للصنايعي تقول له مثلا انا عندي الاشاره مش شغاله، ويقول لك غير ادابتور، جرب الادابتور ده. فهو ممكن يبقى عنده خلفيه ان هو عارف ان الجهاز بتاعك مثلا احتمال، او هو طلع لك كذا مره، فاحتمال يكون هو لعيب منه. فاهم؟ او لو عندك شاشه تانية مثلا شغاله في اوضه تانية شغاله، واللي في الصاله مثلا مش شغال، فده كده احتمال يبقى عيب ادابتور.